الولد الصغير ما كانش يتخيل انه كان واقف قصاد اعظم اكتشاف اثري في الدنيا، مقبرة الملك توت عنخ امون. المقبرة كانت كاملة زي ما قفلوها جدودنا من 3000 سنة. كان فيها ذهب ملوش مثيل، ولما فتح تابوت الملك ظهر القناع الذهبي. من 103 سنة وفي أوائل شهر نوفمبر زي دلوقتي، كان في ولد صغير اسمه حسين عبد الرسول، في إيده جرة مية، حطها على الرمل، عملت صوت غريب، مد إيده وحفر، لقى درجات سلم في نهايتها باب عليه ختم ملكي. تخيل إنه كان واقف قصاد أعظم اكتشاف أثري في الدنيا، مقبرة الملك توت عنخ آمون. جري ونادى على هوارد كارتر، مستكشف إنجليزي، بدأ البحث عن مقبرة الملك من سنين طويلة وكان قرب ييأس. كارتر اتفاجئ من كلام الولد، شال الأختام ودخل. المقبرة كانت كاملة زي ما قفلوها جدودنا من 3000 سنة. كان فيها ذهب ملوش مثيل، ولما فتح تابوت الملك ظهر القناع الذهبي، شيء مبهر، ومعاه 5952 قطعة بتتعرض كلها هنا ولأول مرة في المتحف المصري الكبير. جماعة أنا أول مرة في السينما بتاعت قاعة توت عنخ آمون، قصة توت عنخ آمون والحاجات التصويرية.